أنا جاءني واحد قبل سنوات عنده يستفتيني ويسألني، قلت من دلك علي؟ قال فلان. قلت وش حالك أنت؟ قال أنا كنت معرض وعاق لوالدي ومضيع لصلاتي وكل شيء أفعله وكل شيء كذا من المنكرات، وأني لا أستيقظ في النهار ولا أنام في الليل، مشغول بالشرور والمنكرات. فذات مرة وقفت عند محطة بنزين بالطريق سفر، فلما وقفت للحاجة وأردت أن أشغل السيارة ما اشتغلت، وإذا مسجد المحطة على جواري بجواري، فجلست عند السيارة. ليش؟ قال فيها أشياء ممنوعة خاف تكتشف وبعدين انشب. هذا كلامه. فجاء رجل مسن وقال لي يا رجل صل ترى أذن. يقول سكت ما رديت عليه. بعد دقائق جاء رجل آخر مسن، هذا من الأولين يعني، فقال صل هداك الله وركب جنب السيارة والمسجد جوارك صل. يقول غصب عليه. قلت إن شاء الله. فدخلت المسجد لا رغبة في الصلاة، أريد الستر بس، أخاف أحد يجي ينشب معي بالسيارة وفيها ممنوعات. فقام رجل من صالح المسلمين وذكر وعظ وتكلم عن عدة منكرات، ما ذكر منكر إلا هو يقول فيه. ما لبثت أن بكيت، خفت من الله عز وجل. كل المنكرات موجودة فيه، وهذا الوعيد الشديد المذكور في الآيات والأحاديث أنا مستحق له. فلما انتهى وقام الناس وتفرقوا أتيت سلمت عليه وقلت أبشر هداني الله على يديك، أبشر هداني الله على يديك، اهتديت ترى. ومن ذاك اليوم يقول استقمت وفتح الله علي وحبيت القرآن والعلم وأهل العلم، صرت أمشي عليهم واحدا واحدا، لأني سألته وين أروح أستفتيهم وأسألهم عما أشكل عليه في أمر الدين. انظروا الموعظة كيف، انظروا الأمر بالمعروف في الطريق جاي. واحد أسس الدعوة قال صل، والثاني أكد، والثالث خاف أنه إذا جاء أنه ينشب معه، يصير عضو هيئة وينشب معه. انظروا بركة الدعوة.